اهلا بيكم في فيديو اخبار جديد، والنهارده هنتكلم على امير مرتضى منصور يفكر في التعاقد مع تاكيز جونياس وعوده شيكابالا للتدريبات الجماعيه ورحيل الثنائي سامسونج اكينيولا وابراهيم انداي. اتمنى قبل ما نبدا اعمل لايك للفيديو ده ونوصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكات. لو انت جديد عندنا في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس على الكل. تابع معايا الفيديو للنهايه ويلا بينا نخش على تفاصيل اخبار نادي الزمالك. واول خبر معانا وظهر مدحت شلبي في برنامجه على اون تايم سبورت واتكلم على امير مرتضى منصور وان هو تواصل مع المدير الفني اليوناني تاكيز جونياس، وقال كمان ان دلوقتي تاكيز جونياس موجود في مصر وان امير تواصل معاه واتكلم معاه ان هو يمسك الفريق في المرحله المقبله كمدير فني مؤقت لنهايه الموسم، وكمان ان تاكيز جونياس ممكن ياخد مرتبه بالمصري فهيوفر كمان عملة الدولار اللي دايما الزمالك بيدفعها للمدربين الفنيين الاجانب. وقال كمان ان هم هيجربوه يشوفوا شكل الفريق معاه عامل ازاي لحد نهاية الموسم. لو شافوا ان الفريق بيتحسن وبيقدم مستويات مميزة جدا ممكن كمان ان هم يخليه يكمل خلال الفترة المقبلة. ودي كلها افكار امير بالنسبة للمدير الفني الاجنبي. عامة انا قلت رأيي اكتر من مرة، المدير الفني المصري هو انسب واحد للفتره القادمه، وفي نفس الوقت برضه عارف اللعيبه بتاعه الزمالك. واتمنى بصراحه ان هم يخلصوا موضوع المدير الفني ده بسرعه، لان انت هتخش مباراه البنك الاهلي كده من الواضح باحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي. برضه قولوا رايكم تحت في الكومنتات، حابين ان تاكيز جونياس يجرب ان هو يكون مدير فني الزمالك خلال الفتره المقبله، ولا حابين مدير فني مصري هو اللي يكون موجود خلال المرحلة اللي جاية. الخبر اللي بعد كده وعودة النجم الكبير شيكابالا للتدريبات الجماعية بعد تعافيه طبعا من المرض اللي هو كان عنده، وفي نفس الوقت برضه ممكن يكون موجود في ماتش مباراة البنك الأهلي، وهتبقى طبعا حاجة كويسة جدا كابتن الفريق يكون موجود، وفي نفس الوقت برضه ممكن يشارك حتى كبديل في الشوط الثاني، لأن احنا عارفين طبعا ان برضه هيكون في نقص شويه في اللعيبه، لان في لعيبه في المنتخب الاولمبي وفي لعيبه في المنتخب الاول، واكيد شيكابالا هيكون له دور في مباراه في البنك الاهلي. الخبر اللي بعد كده ورحيل الثنائي الاجنبي اللي انا شايف ان احنا ما استفدناش منهم باي حاجه، وهو سامسونج اكينيولا وابراهيم انداي. عامه الصفقتين دول تحديدا انا شايف ان هم مش قد تيشيرت نادي الزمالك او تيشيرت نادي الزمالك كبير عليهم، ومش ده الكواليتي اللي يليق فعلا بنادي الزمالك. وهتلاقي الزمالك خلال الفتره اللي جايه هيسوق للثنائي ان هم يمشوا في الموسم المقبل في الصيف، حتى لو هيمشوا حتى على موسم الاعاره، ولكن احنا المفروض نجيب ثنائي على الاقل يكون زي مثلا فرجاني ساسي او اشرف بن شرقي مثلا. شايفين الكواليتي كان عامل ازاي، بينزلوا يعملوا يصنعوا الفرق بجد، وقد ايه هم على قد التيشيرت، وفعلا احنا مفتقدينهم دلوقتي. ولكن نتمنى في الصيف القادم ان احنا نتعاقد مع ثنائي اقوى منهم. وعامه بصراحه انا شايف يعني خساره ان احنا ندفع في لعيبه زي دي فلوس، فاتوقع ان هم هيمشوا على الصيف المقبل. الخبر اللي بعد كده برضو بالنسبه للثنائي سيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه، عايز اقول لكم ان امير مرتضى منصور هيجدد لهم خلال الفتره اللي جايه، وعدهم كمان ان هم لو خلوا الزمالك يشارك في افريقيا السنه الجايه وحصلوا على المركز الثاني هيكون ليهم مفاجاه بالنسبه للاداره. ودي حاجه كويسه جدا ان امير بيعملها مع اللعيبه الصغيره دي. اتمنى طبعا ان احنا نحافظ عليهم وان هم يتجدد لهم، لان دول مستقبل الزمالك. وانا شايف كمان ان هم بيقدموا طبعا مستوى كويس جدا، خصوصا سيف اللي هو كان نجم طبعا مباراه الترجي التونسي وعنده روح وبيلعب بقلب، وفعلا مش هيحس بيك غير اللي منك زي ناشئين نادي الزمالك. ونتمنى ان هم يستمروا خلال الفتره المقبله. اتمنى فيديو النهارده يكون نال اعجابكم، وتقولي لي توقعوا مين اللي يكون مدير فني خلال الساعات اللي جايه. انا اتمنى يكون خالد جلال يا مؤمن سليمان، ما اتمناش مدير فني اجنبي في الفتره دي، لان المدير الفني الاجنبي لسه هيتعرف على الفريق ولسه بقى هياخد يجرب فينا براحته، ولكن ده اللي هنشوفه خلال الساعات اللي جايه. وكده انتهى الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش يا صاحبي تعمل لايك للفيديو واشترك معانا في القناه. سلام.